السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع مطبخ صافي هنعمل طريقة الطماطم المفرزة. طبعا انا جبت كمية كبيرة ورحت طبعا مقطعاها، غسلتها الاول وقطعتها زي ما انت شايفة. ما تنسيش يا اختي تعملي اللايك والاشتراك عشان يوصلكم كل جديد، فضلا وليس امرا بكم. طبعا هتكبر القناة. طبعا شايفين زي ما انا جبت كده كمية وقطعتها حلو كده اهوت. هنضربها دلوقتي في الخلاط. شايفه كده اهوت. انا حطيت طبعا ضربت معاكم حاجه بسيطه وبعد كده كملت طبعا ورا الفيديو. شايفين كده اهوت. كده ده حلو كده اهوت عشان تبقى معاكم بطريقه سهله. طبعا انا جيت بقى هنا اهوت، سخنت الحله كانت على البوتاجاز ورحت حطيت الطماطم كده اهوت عشان تسخن معاكي بسرعه. شايفين كده. لا بجد الكاميرا مش مورياكي، يعني القوطة بجد يعني شكلها جميل جدا. شايفين كده اهوت. طبعا خلصت كمية وكان لسه في باقي. شايفين كده كده اتسبكت يدوبك يعني. هي لونها جميل جدا، اضاءة طبعا. ده بقى المكون السري اللي انا بقولك عليه، بديل المادة الحافظة. ده كشكل وكلون وكطعم هتفضل معاكي مدة طويلة جدا. ان انت تحطي زيت زي ما انت شايفة كده اهوت، يعني كوباية حلوة جدا ان انت تحطيها على الكمية دي. شايفين كده اهوت. لا بجد لونها جميل جدا. مهما ما اقولك الاضاءة طبعا عندي مش قوي. الموبايل مش شايفة. دي بقى الكمية التانية اللي لسه ما خلصتهاش. كده انا عملتها في الخلاط وحطيتها كده على البوتاجاز. لا لونها جميل جدا، لونها احمر كده هوت، يعني حاجة تفتح النفس. حاجة في البيت، حاجة مضمونة جدا. حاجة يعني اقول لك تحطيها كده تفرزي الطماطم كده وتنسيها يعني. شايفين كده هوت. كده بعد ما اتسبكت خالص طبعا تسيبها تبرد. يعني ما تحطهاش في كيس ولا في اي حاجة في التلاجة دلوقتي، غير لما تبرد خالص تحطها في اكياس، هيبقى افضل طبعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو عجبك الفيديو